يعني ايه تعليم في مصر؟ يعني تتعلم 16 سنه عشان تاخد كورس 6 اشهر شهر. يعني تدرس 7 سنين في جامعه وتبقى دكتور عشان يوقفك واحد ما كملش تعليم ويقلبك. صحيح حكومه محلب استقالت بس ما تقلقوش، المنظومه مكمله معانا. هذا التعليم في مصر زمان كان في حاجات بتأكد عليك طابور الصباح. بطابور الصباح. ثانيا الالتزام ببداية كل حصة ونهايتها. ثالثا الالتزام ببداية كل نشاط من الأنشطة. انما دلوقتي النهارده أول يوم في الدراسة وبشركم بسنة سوداء. الموضوع اختلف، بقى لازم تكون بتاخد درس دلوقتي عشان يبقى ليك الحق انك تكون طالب. ليت الجريح يطلبه. جريح ده يبقى متعور يا استاذ؟ انت بتاخد درس عندي؟ لا. يبقى اوعى تاخد درس تبقى محترم. طب ما فيش حد من المدرسين سأل نفسه رأي الطلبة او اولياء الامور فيه ايه؟ الاولاد الصغيرين عارفين ان المدرسين كلاب دروس، كلاب. العيال بيقولوا كده. طبعا انا مش بهاجم المدرسين، بالعكس فيهم ناس كتير جدا محترمين، بس لازم تبقى عارفين ان اغلب الناس بقت هي دي الفكره السائده عندهم، بقى ان الولد ياخد درس ما يروحش المدرسه، مع ان المدرسه بتاعتنا فيها كل حاجه تتخيلها، مثلا فيها تجارب لتوليد الطاقه. صعبة يا جدعان. طلع او تجارب لتوليد بعض احيانا. في حصص تانية للفنون الجميلة أوي. ده طبعا بخلاف حصص الرسم والتخطيط. وعندنا مثلا مدرسين لغات كويسين جدا خصوصا في المدارس الحكومية، بس تقول لي بقى هم ليه ما بيعلموش الأولاد لغة؟ هقول لك. بلاي دي تقيلة يعني يلعب. براون بني ده اللي انا ابتدى. Thank you very much. Thank you very much. أجين؟ لا أنا جاي لك. محدش هيتعلم لغات في مدارس الحكومة إلا لو المدرسين نفسهم اتعلموا. وكل مدى والطالب نظرته بتتغير للمدرس. يا دي الخيبة، هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويقعد على ترابيزة السفرة ويتحط له الشاي والكيك هيبقى له كلمة على العيال بعد كده عليه العوض. وده اللي بيوصلنا للمرحلة دي. طبعا الدروس الخصوصيه دي مش اختراع، دي من زمان قوي، والدليل على كده تجسيد اول شخصيه مدرس خصوصي في السينما المصريه. انت المدرس الجديد؟ ايوه انا المدرس الجديد. نجيب الريحاني فعلا كان مدرس خصوصي ليلى مراد. عبد المنعم صبري كان بيروح يدي موسيقى. عبد الحليم حافظ بيدي موسيقى في البيت. مش هتديني دروس بس في المزيكا، هتديني دروس في خفة الدم كمان. وطبعا المنظومه الرائعه دي بتخرج لنا الطالب في النهايه بالشكل ده. ايه ضمته عين سكون بفتحة باء ألف مادة نون ضمتين حناشن. وبالنسبه لمريم والصف بتاعها مش هتكلم في الموضوع ده كتير، الكلام حوالين الموضوع ده بيفكرني بالكلام حوالين الفساد اللي كان في الفيفا لما مصر خدت 0 المونديال، قال لك هي مصر نفسها ما صوتتش لنفسها. ايه 0 1. ايه هو الواحد ولا 2؟ 0 يعني 0. خليهم 0 خليهم 3. انا بس كنت عايز اسال سؤال، مفيش نص درجه عشان تسطير الورقه؟ طيب مفيش اجابه مش كامله تاخد عليها اي حاجه؟ اكيد المدرس ده كان موده وحش اليوم ده. عموما احنا في سلك تيوب جالنا فيديو حصريا للمدرس ده اثناء تصحيحه ورقه مادة. مش عارف. طب وحياة لما وحياتي لا صفر. الاكيد ان مريم مش فاشله، وده اللي واضح من درجاتها في السنين اللي قبل كده. فرض ان هي كدابه، كان ممكن يتم تشكيل لجنه ويتم امتحانها بمنتهى الشفافيه، واذا جابت 60% اعتبرها سقطت. بس المشكله مش في مريم، المشكله ان احنا عندنا منظومه التعليم عايزه واقفه واللي هي دي عارفينها دي واقفه بالدي. مش عايزين تجارب في الثانويه العامه، نظام جديد ونظام قديم ونظام نص سوا، احنا عايزين حلول نسبيه، ما ينفعش التعليم بره يبقى فكر وحلل
واحنا عندنا اختر مما بين الاقواس. واكد في النهايه ما تنسوش تعملوا لايك لصفحه البرنامج بتاعتنا على الفيسبوك كنسل تشوف بالعربي والانجليزي، وسبسكرايب للقناه وشير. اشوفكم الحلقه الجايه.